ازيكم يا اصحابي يا حلوين، عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير وباحسن حال. ورجعت لكم تاني في فيديو جديد. فيديو النهارده في اوضه الولاد. كان بقالي كام مره كده اهوت، انا يا دوب بغير الملايات. انا بغير الملايات كل 3 4 ايام. تمام. فكنت بكنس بس بالمكنسه. فالنهارده لا، انا هشيل الموكيت ده وهتشوفوا هيطلع مهازل تحت منه. المهم، فيلا بينا قبل ما نبدا فيديو النهارده نصلي مع بعض على رسول عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ونبدا على فيديو النهارده كده اهوت. الولاد قاعدين معايا. بصوا انا هنا بخيرهم في الملايات. لكل طقم معايا منه ملايتين عشان السرير. هتقولي انت يعني اللي حصل. فانا كنت خيرتهم الاول، هم اللي بيختاروا الملايات اللي هحطها لهم، واختاروا ملايه فاتحه. قلت طب كويس. وما عندي غسيل كتير عايزه اطبق، كنت شايلاه من امبارح بالليل. فهنطبقه برضو مع بعض النهارده. خلصت السرير ده الاول علشان انقل عليه الليان، ولو حد عايز يقعد جنب منها. والغسيل هاخد كده. هو الاول كنت هنقله وبعدين اغير السرير التاني، بعدين قلت لا مش مشكله، لقيت عليه هيلمان بقى. قلت لهم لا شيلوا حاجاتكم ولعابكم انتوا بقى. هما بيساعدوني الصراحه لما بيكونوا قاعدين، انتوا عارفين من اول القناه هما بيساعدوني في كل حاجه. وطبقت انا بقى الغسيل كده اهوت. وقالوا لي ماما هنشغل الكرتون، قلت مفيش مشكله. بقى لهم ياما ما شغلوش، طلعوا بره اخدوا كمان معاهم ليان يلعبوها وكده. إيه. بسم الله يا ماما. بسم الله. بسم الله حبيبي. طبعا انا يعني الكحه مش عايزه تسيبها خالص. طبعا انا شايله اللعب بتاعتهم كلها في ضرفه الدولاب بتاعت لوجاني من جوه. إيه، قايله لهم خلاص احنا دخلنا مدارس دي مذاكره بس، لسه ما رحناش الدروس كمان لحد النهارده. احنا ما دخلناش دروس، يعني انا براجع لهم بس في البيت الصراحه. لان هما لسه مش عارفين يستوعبوا حته المدرسه وبعدين يطلعوا على درس. تمام. فقلت اجيبها لهم واحده واحده. بس احنا كل لما نيجي نبدا دروس يتعبوا. وبعدين التعب لما بيخش في البيت بالذات في اطفال، فبتلاقي البيت كله بقى تعبان. وزياد يتعب مره يعدي لوجين، لوجين الاول، ليان الاول، كده يعني على الحال ده كتير. الحمد لله هم ربنا شفاهم وعافاهم. واخر واحده ليان لسه واخده الدور اهو. ليان دي قعدت فتره طويله تاخد جلسات نفس الصبح وليل الصراحه. شفت طبعا انتوا اللي خد اللي طلعناه من تحت الموكيت بقى، وورق بقى رسمين وفنانين، ويرموا شمال ويرموا يمين. والموكيت ده بيطلع تراب زي موكيت المطبخ لما قلت لكم في الفيديو اللي فات، مش عارفه ولا اللي قبله. المهم، دي فيديوهات عندي متخزنه يومين 3 مش كتير يعني. جبت بقى كده انا المنظف بتاع الارض، بتاع الارضيات. والجردل ده جميل جدا. بس المشكله ان العصايه بتاعته معرفش ليها بديل ولا لا. فيها تكه كده بتدخل، لا هي مش بتدخل، فلتت. يا بنت بس، يا بنت بس عايزه اخلص، بس عايزه اخلص. يعني انت كده خلاص سمعتي الكلام مؤدبه. ماشي. فكراني بكلمها كل ده. المهم، خدت بقى كده تطويقه حلوه إيه في الارضيه كلها. انا عايزه اقول لكم ان الكومود ده تقيل قوي، وكمان علشان فيه الكتب. الكتب دي مش عايزه صراحه ان انا افرط فيها دلوقتي، لانها بتنفعني. دي كتب قديمه بتاعت زياد بتنفعني ان اذاكر منها اللوجينا. وفي نفس الوقت في حاجات زي الديسكفري والحاجات ديت بناخد منها صور لما بيكون في نشاط عندهم. وهم نشاطاتهم كتير قوي هما الاتنين. فانا الكتب بتنفعني في حاجات كتير الصراحه. فانا حطاها فين؟ في الادراج بتاعه المكتب اللي انتوا شايفينه هناك جنب سرير زياد. وكمان في بوكس كده جوه الكومود ده. فتقيل بقى، مش عارفه احرك. احنا مسابقه اللي يعلي صوته اكتر يكسب. ما ينفعش كده، ما ينفعش. كخي ليه؟ بس سبتها بقى تنشف. انا كنت مشغله على الغساله من الصبح دوره غسيل، كان عندي كام دوره كده هو. طبعا حتى الملايات دي خدتهم برضو في الغساله. إيه، بغيارات بقى النهارده بهدوم المدرسه بالمره، كلام من ده كله. طب بعدين، المهم كنت بخلص حاجات بره ومشغله على فكره المروحه عشان الارض تنشف بسرعه. إيه، كنت في معظم التصوير ملاقيه ان الشباك الشمس عاكسه في الكاميرا نفسها. انا قلت خلاص بقى كده كده لسه بدري يعني، الشمس لسه موجوده وحلوه. فانا قلت لا خلاص انا هقفل بقى كفايه كده.
عشان ارش لهم معطر عشان الدبان يطلع على بره. الاوضه اللي ببقى بنضفها بلاقي فيها دبان كتير قوي. طب بعدين تعالي، بسم الله ماما. بسم الله. بس دخلت بقى الموكيت بتاعي كده كله. هما بقى كانوا قاعدين بره، اللي بيرسم واللي بيتفرج على التلفزيون، جايبين اليوتيوب مع نفسهم بقى كده، بجيب لهم حاجات تعليميه حلوه وبيقعدوا باقيين معايا. إيه، كان يومي هنا في المطبخ. انا هحضر معاكم الغدا، اقول لكم اتغدينا ايه النهارده. كانت ماما جايبه لي فسيخ ورنجه، رحت محمره، لقيت عندي بطاطسيتين صغيرين، رحت محمراهم نص تحميره كده اهوت. وهدخل برضو معاكم بعد ما اخلص هنا انضف الفسيخ والرنجه عشان يبقى كله بقى بالمره كده بالنهار. هو خلاص كمان العصر بيأذن، كان في الوقت ده كده العصر بيأذن وبس كده. المهم يا جماعه، نسيني في اللايكات خالص انتم، ما تنسيش باللايك. ولو كنت اول مره تشوفي قناتي، انا بسمة ودي قناتي، بتمنى تعجبك. خشي كده خدي جوله فيها كده، ان شاء الله باذن الله تعجبك. ما تنسيش باللايك والاشتراك اللي لسه ما اشتركتيش، وفعل الجرس على علامه الكل علشان يوصلك كل اشعار بكل حاجه بتنزل مني. بصوا بقى، جبت المعطر الخوخ ده، انا بعشقه، بتاع ماي واي، ريحته جميله جدا. بتاع المنسوجات يعني، بترشي كده على الفرش نفسه يعني، بحط على الستاره وبحط على السراير السجاد كلام من. قلت انا كده كده بنفس العبايه عشان اخد دش واغير وكده اهو ابقى نظيفه، الريحه تطلع. خدت بقى الرنجه بتاعتي بالمره نضفتها، وكمان هنضف الفسيخ بالمره برضو، بنضف في الفسيخ في الحوض. بصوا الرنجه انا بنضفها خالص من الشوك ومن كل حاجه، وبقطعها جزل بحيث تبقى ايه على الاكل على طول. بحط عليها بس ليمون وزيت، مش اكتر من كده. ببطرخه جميله بقى، بس ساعات طعمها كان زي العسل. هو اللي هريلي لساني لحد دلوقتي إيه ماما؟ الفسيخ. مالنا الفسيخ، مش قادره اقول لكم ده ملوحه، قصدي مش فسيخ، بس جامده، اللي هي اللي يقال عليها الكليبي دي، عارفينها الصعيدي، جامده زبده كده وجميله قوي. المهم انا في طريقه انا كنت بصورها واتقطعت معرفش ليه. الفسيخ تنضفيه وانت فاتحه الحنفيه وبايديك، شيلي بس الزعانف دي، مش عارفه اللي اسمها ايه، بالمقص عشان ما تشككيش في ايديكي، وافتحي الحنفيه وابداي شيلي السفق بايديكي، هتلاقي كل ده بقى زي الفل. وهوريكي دلوقتي برضو طريقه كده. بص انا حطيت زيت وحطيت ليمون، وكنت محمره البطاطس نص تحميره على الاكل، هحطها وكمان الخضره. تاخدي الليمون اللي انت عصرتيه في ايديكي، تنضفيه وتغسلي ايديكي، يبقى ريحه زي الفل. كنت خدت دش بقى والغساله خلصت وطلعت. وانا هختم معاكم الفيديو كده، ولا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله.